جد سعيد اليوم للمشاركة في هذا يعني النتائج ديال الدراسة اللي قام بها المجلس الاقتصادي فيما يتعلق بالصناعة البحرية. كيف تعرفوا سيدنا الله ينصرو طلب تفكير في إنشاء أسطول بحري قوي وتنافسي من خلال الديسكور الأخير ديال المسيرة الخضراء. حنا كوزارة نكبينا على هذه الدراسة هذه مع مكتب دراسي دولي جد هام وبتشارك أكثر من 100 ديال المتدخلين في هذا المجال هذا. قبل يعني غادي تعطاو النتائج ديال هذه الدراسة في المستقبل القريب، ولكن اليوم يمكننا نقولوا أن الصناعة البحرية لها دور جد هام ودعامة قوية فيما يخص إنجاح يعني بناء أسطول تجاري بحري تنافسي في المغرب. نقدم اليوم للصحافة الدراسة المركزة التي أنجزها المجلس في إطار التقرير السنوي برسم سنة 2023، وهذه الدراسة ترمي إلى تقديم السبل والوسائل الكامنة يعني الدفع بصناعة السفن في بلادنا نحو يعني في اتجاه تنمية ونمو سريعين، لأنه نعرف أن بلادنا نجحت في صناعات يمكن لصناعة السفن أن تستفيد منها، ويتعلق الأمر بصناعة السيارات وصناعة الطيران. وبالتالي يعني نرى أنه من الضروري سيما أن المغرب يتوفر على شواطئ طويلة ويتوفر كذلك على يد عاملة كفء، ويمكن له أن يسن سياسة ترمي إلى مزيد من التصنيع نحو النمو والرقي الاجتماعي.